السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عايزين نعمل مع بعض توفير وتدبير، وعايزين نطلع بحاجة ظريفة جدا، ان احنا نقعد طول الشهر بقى ايه. قومي بقى يا ستي شوية انت وهي، عايزين شوية نصايح كده عن ماشي تقدري بقى انك توفري بيهم من مصروفات البيت. طبعا هتوفر معاكي كتير جدا، هتقدري انك تشيلي مبلغ اخر الشهر تحسي انك دبرتي. واسالوني انا يا جماعه، انا مشيت فتره كده حسيت ان انا مش ماشيه بالورقه والقلم، وان انا اكتب حاجاتي لقيت طبعا الميزانيه خربت معايا والدنيا باظت. يلا زي ما ترسي، بس ده اكبر غلط انت بتقعي فيه. تعالي بقى بينا نشوف احنا المفروض علينا نعمل ايه كستات بيوت شاطرين. يلا بينا بقى. لما تيجي تاخدي المصروف بتاعك الشهري، حاولي انك تعزلي نفسك في اوضه كده مخصصه، وتجيبي بقى ورقه وقلم وتبتدي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا ست الكل انك تعمليها تجيبي المصروفات الاساسيه بتاعتك، اللي هي زي ايه؟ الايجار، الفواتير، الاقساط بتاعتك، الحاجات اللي هي الايه اللي بتدفعيها، ايجارك، ميتك، غازك، الكلام ده كله. اما بقى باقي المرتب بتعمليه طبعا على 5 اظرف. طبعا انت هتقولي لي الاسبوع فيه 4، لا انا هقولك الخامس ده هتخليه احتياطي للظروف. حد تعب، عندك مناسبة، والله ما صرفتهوش، ده انت هتخليه للطوارئ طبعا. ما صرفتهوش وكده هتقدري بقى انك تدخريه. ممكن توفريه بقى لأي حاجة تاني. يعني انت ايه الخامس ظرف ده معاكي هتعمليه، تقدري ممكن توفري بيه اي حاجة تاني، تشتري بيه اي حاجة انت عايزاها، او تدخريه تشيليه على جنب كده، تلاقي نفسك بقيت اخر السنة معاكي مبلغ كويس. تمام. نيجي بقى احنا نعمل ايه؟ نشوف بقى الخطة اللي بعديها ان احنا المفروض نعملها عشان احنا نبقى ناس تمام قوي ومدبرين وشاطرين. اعملي لنفسك جدول كل اسبوع بالاكلات بتاعتك اللي هتشتريها. يعني حاولي تعملي جدول، هتعملي مثلا النهارده مثلا بطاطس، بكره هتعملي فراخ. لا، اعملي لنفسك جدول ماشي نفسك بيه، مش يلا هقوم من النوم النهارده هنزل السوق وهشتري الاكل. لا، انا بنزل كل اسبوع مره بشتري فيها حاجاتي كلها على بعضها، اللي هي بقى حاجات في التلاجة والحاجات طبعا اللي بتتحط، الجبن والحاجات بتاعتنا ديت. بتفرق انك كل يوم تبعتي تشتري، بتفرق معاكي كتير قوي. يعني جددي جدول بالاكلات الاسبوعيه، اللي هي ايه، اشتريها مره واحده بالاسبوع لتوفير التكلفه، يعني توفري التكلفه على نفسك. تمام. واعملي دايما ايه، مثلا النهارده انا هعمل بطاطس باللحمه العاديه، طب ما نخليها لحمه مفرومه عشان الدنيا تمشي معانا شويه، عشان الغلا اللي احنا طبعا ايه في اليومين دول نقدر ان احنا نوفر وندبر مع بعض. هنيجي بقى بعد كده طبعا هنعمل تخطيط وجبات الاسبوع، اللي هو ازاي؟ انت دلوقتي نازله تسوقي، وانت بتسوقي يا ست الكل لازم يبقى معاكي ورقه وقلم. تمام. الحاجه اللي انت كاتباها في الورقه هي الحاجه اللي هتشتريها، ما تخرجيش عن الورقه بتاعتك. انا كاتبه النهارده مثلا انا معايا مثلا 1000 جنيه، انزل اجيب بال1000 جنيه فراخ ولحمه، ما اروحش بقى اجيب مثلا لا قابلت مثلا حله كويسه، لا قابلت طاسه، لا قابلت كريم اساس. انا عارفه التفاهات كويس قوي بتاعتنا. لا، حاولي تمسكي ايدك شويه هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي تمام. حاولي بقى تعملي لنفسك فطار في البيت. طبعا انا هنزل لكم بمنيو جامد قوي الاسبوع الجاي هيبسطكم جدا وهيعمل معاكم حاجات جامده قوي. بس انتوا تابعوني كده بلايك حلو منكم، دعموني وقولوا لي رايكم ايه. هعمل لنفسك فطار في البيت. اعرفي اعملي فول، اعملي طعميه في اكياس وحطيهم في الفريزر بدل ما كل شويه تبعتي تشتري. وطبعا الله اكبر الله العظيم. طبعا معذره بقى كان الاذان جدا، لازم بقى طبعا اعمل ستوب كده لغايه ما اشوف بقى بقيه الدنيا يعني نمشيها ازاي مع بعض. طبعا احنا جينا هنا وصلنا لاخر حاجه، ان انتي تبقي نازله السوق عارفه بقى طبعا معاكي مبلغ كده، بتعرفي ورقه وقلم نازله بيهم، عارفه انك هتشتري ايه، مش نازله السوق وخلاص انا هشتري. تمام. معانا بقى قلتلك الفطار حاولي تعمليه في البيت، وتحطيه بقى في اكياس الفول والطعميه، مفيش اسهل منهم طبعا، ومليان الوصفات على النت طبعا اللي مش عارف يعمل. لو حبيتي دلوقتي تنزلي تشتري فطار الصبح مش اقل من، يعني لو حبيتي تجيبي فول وطعميه بتنجان عشان تقدري بقى تبلعي اللقمه والكلام ده، تبصي هيصرف 30 40 جنيه.
الدنيا طبعا خربت معاكي، لا، حاولي بقى تعملي فطارك في البيت. اما تيجي بقى تعملي اكل يا قمر انت وهي كده، اعرفي بقى المقدار بتاعك، قد ايه رز، قد ايه مكرونه. طبعا ما كنتش انا فردين انا وزوجي واروح عامله كيلو رز، لا. طبعا تعملي مثلا كوبايه، الرز بيزيد اعمل كوبايه، لان طبعا الاكل اللي بيفيد ما بيتاكلش. طبعا حتى لو كنتوا عيله 4 5 افراد، تبقي عارفه مثلا اولادك بياكلوا قد ايه، واعمل على نفس المقدار بتاعنا. تمام. كل واحد طبعا مش هقدر بقى احدد لكم الكميه قد ايه، اكيد انت عارفه طبعا الدنيا بتبقى ماشيه معاكي ازاي. تمام. انت دلوقتي نازله بقى تشتري حاجه من السوق. طيب في عروض في هايبر، ومثلا عرض مثلا جردلين صابونين كبار كده. انا شخصيا والله عملت كده في مره، كنت رايحه هايبر ببص على حاجات، لقيته عامل عرض على جردلين صابونين، وقفت احترت. طب انا معيش فلوس اجيب الجردلين، يعني انا مش هيبقى معايا اجيب الجركنين ازاي انا دلوقتي. طيب لقيت واحده ست واقفه، قلت لها بقول لك ايه، تاخدي واحد وانا واحد؟ قالت لي تمام ناخد، انا العرض نقسمه مع بعض. ده بقى اللي انا بقوله لك، ممكن تجيبي اي حد من زمايلك، اصحابك، جيرانك، قرايبك. طب يا جماعه في محل بالجمله، تيجي نشترك انا وانت في عرض، هتقول لك اوكي انت وفرتي والدنيا مشيت معاكي، وممكن تشتركوا في حاجات اكتر. تمام. يعني بقول لكم الحاجات اللي بتمشينا مع بعض تمام قوي، مبيبقاش فيها اي مشاكل. طبعا بقى يا جميله يا قمر انت وهي، روحي هاتي لنا بقى شنط زباله نحط الزباله فيها. طب هو في ايه يعني لما تحطي الزباله بتاعتك في الاكياس بتاعتك بتاعت الشوبينج بقى اللي انت بتشتري بيها، هاتيها وحطيها فيها. ليه؟ واعمليهم شنط صغيره على الاقل ما تبقاش متراكمه عندك في المطبخ. واول باول مثلا معاكي طفل نازل، معاكي حد نازل، خد ارميلي ديت، هتمشي معاكي الدنيا شويه. في بقى حاجه تانية عايزه اقولك عليها، ما تبطلي تفتحي نور الشقه اللي في كل مكان وتسيبيه وتروحي تقعدي بره. المكان اللي انت قاعده فيه افتح اللمبه بتاعته واقعد بقى موجوده فيه، المكان اللي اروح اطفي يعني. حاولي تعملي كده، تشيلي دايما الفيش الموجوده، تقولي ما بتسحبش كهرباء، فيشه كاتل بتخليها بتسحب كهرباء. اي فيش عندك في التلاجة، الكلام ده كله انت خارجه هتقعدي وقت كبير مثلا 3 4 ايام بره، بتشيلي فيشه الكاتل، فيشه المروحه، الشواحن بتسحب كهرباء كتيره. حتى وانتي في البيت حاولي تشيلي الفيش لما تيجي تستعمليها، طبعا ما عدا الايه، التلاجة والحاجات بقى اللي ايه تبوظ الحاجه دي. المناديل، روح يا ابني هات بكرة مناديل. معايا اطفال، طول ما انا قاعده عايزه منديل اشد وامسح لهم، طب ليه؟ مناديل غليت والدنيا، حاول نلم بقى شويه. هاتي يا ستي فوطه من بتاعت تكون نضيفه وكده، من الفوط اللي هي بتاعت المستلزمات دي يعني، وتروحي جايباها بقى عاملاها بشويه ميه كده، وتروحي حطاها عليها ديتول وعصوريها كويس، امسحي ايد بنتك، امسحي ايد ابنك. والله يعني بصي هتوفري جامد قوي. يعني انا بقولك ايه، على حبه حاجات يعني اكيد هتنفعك. تمام. وعندك بقى الرفاهيات يا قمر، بطلي تشتريها، اللي هي مثلا أنا نازله عايزه مثلا اجيب حاجه كان نفسي فيها، انزل اروح نجيب النهارده اكله جاهزه من الشارع. طبعا الاكل الجاهز طبعا ذبح. طب ليه؟ خشي بقى كده انت الماركت وانزلي وهاتي الاكله اللي انت نفسك تعمليها واعمليها في البيت. جيبي كيس جبنه موتزاريلا، هتعملي بيتزا، هتوفر معاكي كتير بدل ما تشتري الحاجات من بره. بطلي بقى تروحي السوق زي الهبله كده وتشتري اي حاجه في اي حاجه. لا، انا هنزل السوق كل يوم جمعه. تمام. هجيب طبعا الاكل بتاعي الاسبوع، الخضروات اللي هي مثلا فلفل، بصل، ليمون، الحاجات طبعا بتحط في التلاجة، اللي هي الخضروات اللي احنا بنستعملها على مدار الاسبوع. ابقى عامله حسابي مثلا في 50 في 100. حاولي يعني الميزانيه بتاعتك ما تكتريش عنها عشان ايدك ما تجيش عليها، تبقي لما انزلي مره واحده في الاسبوع يوم جمعه تجيبي حاجتك فيه. في بقى نقطه عايزه اقول لكم عليها، احنا من الناس، اولا انا الست اللي بتكلمكم دي مدمنه شاي بلبن. تمام. واولادي زيهم، وفي ناس بتحب تقوم من النوم تشرب شاي بلبن او لبن. طب ما احنا كل يوم بنجيب كيلو اللبن بيبقى غالي قوي. طيب هقولك على حاجه حلوه، حاولي تروحي عند اي عطار يكون نضيف، قولوا عايزه لبن بودر كيلو، هيقعد معاكي طول الشهر، هتعملي منه، هيوفر كتير جدا عليكي من اللبن السايب.
وفي نفس الوقت حاجه طعمها جميل جدا. سيم بقى لبن اي نوع بقى تختاريه، نيتو، علب، اي حاجه بقى انت عايزاه، لان كيلو لبن بقى غالي قوي دلوقتي. طبعا بتيجي بقى ايه، طبعا النهارده فات اكل في التلاجة. انت طبعا هتيجي تاني يوم هتبصي تلاقيني شيف، لا، خدي علبه عندك النهارده الاكل اللي فات حطيها جواها، اقفليها كويس، حطيها في الفريزر. كل يوم على كده هتبصي تلاقي نفسك عملتي وجبه لاخر الاسبوع، طلعتيها كل الاكل دوت سخنتيه واتاكل. ما تشغليش بقى الميكروويف كتير، بيسحب كهرباء عاليه جدا يا جماعه. يا جماعه الميكروويف بيسحب كهرباء عاليه جدا. دبري بقى ووفري كده، وانا هنزل لكم باذن الله بمنيو اكلات جباره، بس انا محتاجه اعرف رايكم ايه. وتعليقاتكم طبعا تهمني، ولو في اي حاجه يعني قولولي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم.